السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم Give Me 5. مبروك للأهلي، مبروك فوز بس بشق الأنفس، وده سبب دلع اللعيبة. أنا مش هقول عماد النحاس عمل حاجة أو إن أنا أقدر أحكم على عماد النحاس. عماد النحاس حط اللعيبة في مكانها بس مش أكتر من كده، ولاعب وسام ولاعب عمرو السولية اللي يكفي ان هو يديك شوط واحد بس مش اكتر من كده. بس قبل ما نخش على المباراة عايزين نصلي ونسلم على اشرف خلق الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. هنتكلم عن مباراة الاهلي ومباراة بيراميدز، وهنختم بنتيجة برشلونة وانتر ميلان اللي كان ماتش روعة روعة. طيب، الاهلي النهاردة نص ساعة اولانية من نار حرفيا، نص ساعة ابداع، نص ساعة متعة، نص ساعة انت تاكل الفريق ده 6-0 لو اللعيبة ما تكسلتش واتدلعت. انت جايب جونين في اول ربع ساعة، جون في اول 10 دقايق، بعد كده جون بعديها 5 دقايق، وبعديها انت مضيع 4 اهداف ما يدعوش خلال نص ساعة. استهتار ورعونة، خلاص بقى لقيت الفريق اللي قصادي سهل فسهل ان انا اكسبه. تشد عليك ان انت خرجت الشوط الاول بتعادل، يعني انت جبت جونين جمال جدا. امام عاشور قطع من محمد هاني لعبها بهده، طلع امام عاشور لعبها بعرضيه لوسام اللي ضيع النهارده 3 اهداف ما يدعوش حرفيا يعني. بعديها ب5 دقايق ضربه ركنيه لعبها بن شرقي، طاهر يحطها لعمرو السولية جون، يلمسها رامي تنزل لطاهر حطها عمرو السولية شاط جون حلو. اللعيبه بقى تضغط وتروح وتسجل تالت ورابع والخامس، لا بتروح برعونه وبيضيع رعونه ويضيع رعونه ويضيع لحد نص ساعه ما تعدي، ونيجي تبدا بقى في سجال، يبدا بتروجيت تخش في اللقاء، وتيجي في دقيقه 44 43 الكره فاول ل اشرف داري اللي اتصاب، ودي تالت مرة يتصاب في الخلفية في رجله في نفس الرجل. طب وبعدين هل دي إصابة مزمنة؟ المهم إن دي فاول لصالح أشرف داري، والحكم قال لك مش هنا، رغم إن معروف كل لمسة وهمسة لبتروجيت بتتحسب. أنا معرفش بصراحة انت ليه لجنة الحكام غاوية علامات استفهام. الحكم ده بالنسبة للأهلي مقرف، معروف ان هو زملكاوي من ساعة النطة بتاعته. طب ايه ليه مصممين ان انتوا يبقى في شبهات؟ المهم هي كرة ضربة جزاء، رامي ربيعة تهور بطريقة غبية، ما اعرفش ايه الدخلة اللي هو دخلها دي، انا مش عارف بصراحة. لا هي ضربة جزاء فعلا، بس الكرة قبليها فاول، رغم ان زي ما قلت لكم كل همسة ولمسة بتتحسب على الاهلي. طب ليه؟ اشمعنى؟ المهم جون في في الدقيقة 44، خلاص فاضل دقيقة وخمس دقايق يعني 6 دقايق. حافظ بقى او شد او ارجع، لا يخش فيها جون في الدقيقة 45، الدقيقة 5 من وقت بدل ضايع يعني الدقيقة 50. ايه ده؟ رعونة وقلة ادب بصراحة. نزلت اللعيبة شدت في الدقيقة 60 تحرز هدف بعد ما كورة جميلة جدا من اشرف بن شرقي في العارضة، خرجت كورنر اتلعب، اول لمسة جريديشار جون. بعد لما فعلا بصراحة عمل تغييرات ممتازة قلب بيها المباراة. طيب أنا عايز أعرف ليه من الأول، ليه الرعونة وقلة الأدب، ليه الدلع؟ وبعدين المباريات اللي قدام ما فيهاش دلع. أنت خدت النهارده 3 نقاط مهمين قوي، 5 ماتشات جايين من نار، لكن المستوى المزري ده احنا هجوم جبار 10/10، بس رعونة مش هتنفع. انت لازم الكوره تجيلك تخلص 1 2 و3. وسام جاب جون النهارده بالمناسبه، بس ضيع 4 5 اهداف ما يضيعوش. محتاج وسام محتاج يرجع، بس ما ينفعش اقعد جريد شار. اولا الاهلي محتاج ايه؟ الاهلي محتاج 2 دفاع، خلينا واضحين، محتاج دفاعين لازم. اشرف داري لما خرج الدفاع شوربه، ولا رامي ولا ياسر. احنا محتاجين لاعبين حرفيا. واشرف داري ما اعرفش اصابته ايه نظامها وهتطول قد ايه، اللي هي اصابه مزمنه ولا ايه ما اعرفش. هو كويس بس اصاباته كتير، مش هينفع الاهلي.
وقت ما احتاجه في مباريات اصابه خلاص انت ضيعتيه الدنيا خالص. الحاجه التانية، ما ينفعش احمد نبيل كوكا يلعب باك، ما ينفعش خالص خالص، لا دفاع ولا هجوم. فاحنا محتاجين باك شمال. وكنت اتمنى ان هو يدي النهارده علي معلول 10 دقايق في ربع ساعه لحد لما يرجع للفورمه بتاعته، بس النتيجه بسبب رعونه اللعيبه ما ساعدتوش. لو كنت انت كسبان فرق 2 كان ممكن ان انت تنزله تديله اخر 10 دقايق مثلا. اللعيبه لازم تفوق، ده مرحله وقت اللعيبه. واحنا هعيد تاني محتاجين مدرب شخصيته قويه جدا. عماد النحاس بحترمه جدا في التدريب والفن اللي عنده، بس هو طيب واللعيبه مش هينفع معاها الكلام ده. اللعيبه لما تشد حست برعونه خلاص انا كسبان، حست ان انا الفريق اللي قصادي سهل فلبسنا جونين كان ممكن ان احنا نخسر تبقى كارثه يعني او التعادل. خلاص انسى بقى لا افريقيا ولا دوري ولا غيره، ما ينفعش. الحاجه الثالثه، جريديشار وسام الاثنين ما ينفعش يلعبوا. جريديشار لمسته جوه الصندوق ممتاز، جريديشار ما ينفعش يلعب لك بره، ما ينفعش يلعب لك شادو سترايكر، ما ينفعش. كنا شايفين ان وسام قدامه وتحتيه جريديشار مهاجم صندوق مقرف، بيقضي، ما عندوش الفن ما عندوش المهاره، بس لمسته او ان هو بيفنش على المرمى ملوش حل. هتقول لي وسام ده شوط وده شوط، وسام لسه ما جاش، وسام محتاج فورمه مباريات. بعد الاصابه مش وسام خالص، وسام قبل الاصابه حاجه، بعد الاصابه حاجه تانية. الحاجه الرابعه بقى، لازم اللي متفقين عليه اللي يشوط يشوط فاولات هو وسام، خلاص ده رقم واحد نفضل عليه. ما ينفعش. انا شفت النهارده وسام ساب الكوره لامام والقفشه، لا هو اللي هيشوط هو اللي يشوط، هو رقم واحد مش موجود نشوف التاني يبقى امام او قفشه، لكن هو موجود في الملعب هو اللي يشوط. لقطه مزعجه ما كانتش تحصل في النادي الاهلي، في ترتيبات، ده المفروض. هو سابها لك كان بيها، بس هو ما سابها لكش، هو ساب الكوره وهو متضايق بيضحك وبيضرب كف على كف. بالمستوى ده الله اعلم اللي قدام فيه ايه. اللعيبه لو ما استرجلتش وصالحت الجمهور مش هينفع. فوزنا، بس فوز وانت حاطط ايدك على قلبك. طب ليه؟ حاجه خامسه، التحكيم عايز من الاهلي ايه؟ جون امام عاشور فيها وعليها. اولا امام عاشور مش طالع، مش رافع ايده خارج عن جسمه او مكبره جسمه، بعدين هو بيلف، هل كوعه ده هو اصلا يضرب بيه يعني عمل بيه كده؟ لا، ده هو بيلف لقى وش الواد في كوع امام، لان وشه كان نازل والواد كان بيمثل قوي، باين انه تمثيل. ما اعرفش الفار جاب. طب انت الفار جاب دي في كوره بقى حصلت مع احمد كوكا وتستاهل طرد او انذار تاني وطرد، ولا اتحسبت انذار ولا اتحسبت طرد اساسا، والفار ولا هو عملها. مش عارف، ما اعرفش تحكيم عايز ايه من الاهلي بصراحه. اتمنى من الله ان يكون اللي جاي يكون احسن للاهلي. هي فتره وبنعدي منها 5 ماتشات ناقصين، الله اعلم اللي جاي يبقى عامل ازاي، بس ربنا يستر ما ننقصش نقطه واحده عشان نقدر نكون في افريقيا السنه اللي جايه بمشيئه المولى، في عز التخمه من النجوم اللي جايه ولا المدرب اللي جاي. بيراميدز النهارده فاز. يعني انا عايز اعرف ده محمد فاروق هو ايه بيقول لي عشان انا لعبت كنت لاعب في بيراميدز قبل كده فهسيب الكوره لمايلي مثلا ولا ايه؟ ما اعرفش. انت بدل ما تطفشها اوت او تطلعها، لا انت بتلف بيها قصاد الجون بتاعك عشان المهاجم يطحها ويحطها جول. بجد ما شفتش كده يعني، ده اللي شفته في المباراه. هل بيراميدز يقع؟ الله اعلم. التحكيم هيبقى شكله عامل ازاي؟ الله اعلم. بكره الزمالك وهنشوف الزمالك هتخلص على ايه، هنتابع وهنشوف اذا كان التحكيم هيساعد الزمالك ولا التحكيم هيبقى عامل ازاي. بس هو التحكيم بقى مزري من سنه لسنه، قرف لقرف حرفيا يعني. سيبنا بقى من الكوره المصريه والعك بتاعها ونروح على الكوره الاوروبيه، المتعه والجمال. النهارده مباراه ما بين برشلونه انتر ميلان، حرام فريق منهم يخرج بصراحه. انا بشجع برشلونه وطبعا اتمنى برشلونه توصل النهائي، بس بصراحه شفت مباراه روعه 3-3 اهداف ممتعه، فعلا كوره نظيفه، فاهمين يعني ايه كوره، لعب وتكتيك ملوش حل.
حرفيا لامين يامال ده واد اسطوره، هيبقى ملوش حل لو كان على هذا المستوى كمان مع برشلونه. على العموم دي كانت حلقتنا النهارده، حلقه خفيفه من برنامجكم جيف مي 5. انتظروني ان شاء الله غدا بعد مباراه الزمالك بمشيئه الله لتحليل المباراه والتحكيم. السلام عليكم.